l'assistance. Il va encourager aussi l'assistance à participer activement et assister jusqu'à la clôture de ces Jeux. التنظيم ديال الايام الخميسه للطب الرياضي جهه جسوس مسا كيجي في الاطار البرنامج السنوي ديال الجمعيه الجهويه للطب الرياضي. وهذا العام بغينا نعطيو واحد الاهميه كبيره لمجموعه المواضيع خاصه التامين الرياضي. وكنعرفوا بان صحه الرياضي هي كتكون من الاولويات الكبيره ديال جميع الانديه كيف ما كان النوع ديال يعني المستوى ديالها. وهذا المجال ديال التامين لازم الكل يعني يتعرف عليه سواء كانوا ممارسين او لا اطباء او لا اختصاصيين او لا يعني مسيرين ديال الانديه. لهذا ارتئينا ان هذه السنه هذا نتكلموا على هذا الموضوع. المغرب ما يزيد عن 800 طبيب مختص في الطب الرياضي، مع الاسف الشديد يقع 10% ديال الخدامين. من اجل ان نساهموا بالرقي بالقطاع ديال الرياضه بصفه عامه، لانه الرياضه ما بقاش مجال لكره القدم ومجال للرياضه، ولكن ايضا كره القدم والرياضه بصفه عامه استثمار. ناحيه اخرى محور العلمي اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله محور الطفل والرياضه. علاش؟ لان كنعرفوا ان الطب الرياضي صحيح ان بدينا كنعطيوه اهتمام بالنسبه للفئات العمريه اللي هي كبيره، انما كنهملوا شيئا ما الفئات العمريه الصغرى. وكنعرفوا بان المشروع ديال الرياضيين ديال غدا كيبدا من اليوم. وخدينا كمحور لهذا الموضوع هذا يعني الطفل من العلم، يعني دو لا سيونس لا بيرفورمانس، من العلم الى المردوديه او الى الانجاز. بمعنى ان الطبيب اليوم يمكن ليه يواكب الطفل منذ يعني نعومه الاظافر ديالو الا كان كينتمي لشي نادي حتى يوصل ان شاء الله للنتائج اللي بغينا. وهذا ثاني من ناحيه اخرى غيكون لقاء اللي غنتلاقاو فيه مع اطباء ويعني اختصاصيين ديال الرياضه اللي غيجونا من المغرب كامل، وبطبيعه الحال باش نتبادلوا فيه التجربه ونتبادلوا فيه المعلومات باش هذا الشيء ينفع ان شاء الله الجهه ديالنا وينفع النوادي ديالنا ان شاء الله في المستقبل العاجل. في فعالية مدينة أكادير ساهم فعالية في تخليق الحياة العامة والرياضة السياسية، استطاع ضخ دماء جديدة في اشتغل في عدة أندية حاصل على الدكتوراه 1971 بإخراج أطلس صغير بكلين، التحق بالديار الفرنسية، ومنذ سن 16 يلتحق بمراكز التكوين دينوسي.